ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا اقولكوا لو عندكم اي ديكور ابيض فيه اتربه وكده تنضفوه زي ده بالظبط كده. هنجيب فرشة سنان واي حاجه مثلا زي البريل بتاع الاطباق او اي حاجه انت حابه تستخدميها. ونبدا بقى نمسك المكان حته حته، لان فرشه السنان تقدر تدخل في الاماكن الضيقه زي ما انتوا شايفين كده، حته حته لحد ما نشوف يعني اثر حلو كده ونظافه اهو، حته حته بقى. الحوار ده محتاج حد صبور قوي، تمام؟ فواحده واحده كده. مم. في حتت مش هتحسوا ان هي اتغيرت. دي بتبقى نقرة مثلا في الترابيزة، عوامل بقى الزمن بقى، يعني مثلا دي بقى لها 5 سنين فعادي يعني. تمام، غير كده لا، الاتربة هتطلع وهتبقى زي الفل. حتة حتة بقى. بعد كده بنجيب قماشة قطن، اي قماشة قطن عندك، وبتبتدي تنشفي الاماكن اللي انت عملتيها. تمام، علشان برضو الحاجات دي ما يبقاش عليها مية، عشان غلط عليها. بصوا الترابيزة بالنسبة لي انا ساعتها لا كان باين فرق. بصوا دي عايزين نعملها بنفس الطريقة. بصوا في اماكن فيها اتربة، بصوا عملناها بنفس الطريقة. تمام، يعني عملناها بالفرشة وبعد كده مسحناها. طب النقر السودا دي ايه؟ قلنا بقى دي عوامل الزمن بقى، 5 سنين مثلا. ده عيب في قلب النجارة بتاعتها او في الدهان. بصوا آه، منظر الترابيزة في الاول بيبقى مختلف تماما بقى بعد ما بتتعمل. يعني دي مثلا الصغيرة لما اتعملت شايفين شكلها حلو. الركن مثلا اللي اتعمل بتلاقوه نضيف. بصوا الرجل دي نضيفة، علشان ايه؟ علشان مسكنا كل حتة فيها تراب عملناها. شكلها باين قوي يعني وكده. إيه، كنت عايزة اقول حاجة، ان حد ممكن يقولي طب ما انا ممكن يعني بقماشة اظبط الدنيا وكده. لا، القماشة مش بتظبط لك الحتت الضيقة دي، القماشة بتعمل لك كده من بره. اما عايزة الحتت الضيقة دي تجيبيها، بتبقى بقى زي ما انا قلت كده بفرشة الاسنان. دي بتبقى من ضمن يعني ايه الطرق السهلة والمضمونة، ان انتي كده كده هتجيبي اي مكان ضيق فيه تراب. طب حد هيقولي انا عايز بديل لده، اللي هي فرشة الاسنان وكده. هقولك ممكن نستخدم الودانات. عارفين الودانات؟ طبعا دي بتتباع في اي صيدلية او كده. كمان في حاجة تانية، عارفين شفت في فيديو للناس اجانب يعني، السلايم بتاع الاطفال اللي بيلعبوا بيه. ده برضو بينظف حلو قوي، وبينظف الشبابيك حلو قوي.